واهلا بيكم وحلقه اسره يوم الاثنين من طعم البيوت. يعني خلوني في البدايه ان انا اتكلم عن حاله الجو المتقلبه جدا اللي احنا بنعيشها دلوقتي. امبارح كان تراب حر، ناس كتيره بقى الشتاء بيودع. بقول لكم انكم تصبروا، بعد شم النسيم ان شاء الله ممكن ان احنا نصيف، لان برد الصيف قاتل شديد جدا جدا جدا. هي ممكن ان احنا نسيب الهدوم، نقول انها ما تكونش ثقيله قوي، ممكن نخفف شويه لبسنا، لكن المهم ان احنا ما نصيفش. النهارده هي معانا فقرات هامه جدا. معانا هتكون قدوه والمثل او الشخصيه القياديه. يعني دايما واحنا صغيرين لما كانوا بيسالونا تحبوا تطلعوا ايه، كان كل واحد فينا بيختار لا اما باباه لا اما عمه لا اما خاله هو يكون زيه، بنختار شخصيه مشهوره ان احنا نكون زيها. دلوقتي حقيقة اختلفت القدوة واختلف المثل بشكل كبير جدا. هل الاختلاف ده نتيجة لتطور الزمن؟ هل احنا بنعيش دلوقتي عصر العولمة أصبح كل حاجة عندنا، فبقاش في للقدوة ولا للمثل زي ما بيقولوا؟ المفروض ان الانسان يبقى قدوة نفسه. ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال لقاء هام جدا تانية خاص بالزراعة. ممكن ان احنا نستفيد من المخلفات الزراعية. حلقة مهمة جدا مستنياكم بعد الفاصل. في طعم الفاصل كون قائد ناجح، كلام الدكتورة ميسون. استغلال الذهب المهدر، حملة جديدة من شباب مصر. وكمان وأحدث التقارير وأكتر في طعم البيوت. عادة دايما بنبتدي فقراتنا مع الفن. تعالوا تقرير خاص بلوحة تربية فنية ومستنية القائد والقدوة. كلية التربية الفنية المعرض الأول لمنتجات الطلبة بالكلية. ضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التي نفذها الطلبة من نحت وتصوير ومشاريع ولوحات فنية بالنسيج والنور. شارك في المعرض طلبة الكلية من جميع الفرق الدراسية. الطلبة وجه من المجلس للشباب بإقامة معارض للشباب في المجالات الإبداعية، وإحنا بنمثل المجال الإبداعي ككلية التربية الفنية بمجالات من ناحية النسيج والتصوير والرسم والتصميم والشغل أشغال الخشب والمعادن كمجالات متنوعة إبداعية. طلبة دي أعمالهم اللي بيقوموا بها على مدار السنة أو على مدار ترم وخامات مختلفة، لأنه عندنا مواد متنوعة وأقسام مختلفة ومجالات متعددة، كلها أقسام بيشتغل فيها الطلاب أو بيتناولوا فيها خبراتهم الدراسية السنين الخمسة. بالتالي بتلاقي برضو بعض المواد بتدرس في سنوات مختلفة وبعض المواد مستمرة طوال سنوات الدراسة، عشان كده تلاقي في اختلاف في المعروضات. عندنا معرض أول مرة يتعمل تسويقي، عادة في الكلية لمجرد العرض، لكن المرة دي معرض تسويقي عشان نقدر نتواصل مع الناس ونعرض شغلنا بأسعار، نشوف الناس ممكن يشتري ايه ممكن ايه لا. انا اشتركت في المعرض بنسيج، عملت نول. هو احنا السنة دي ما عندناش لا ما عندناش حاجة كمشروع. بيبقى كل مادة ليها عمل معين انت بتقدميه وبتاخدي عليه درجات. عندي شغل نجارة، اشغال خشب، حفر. خد مني وقت حوالي ترم في تنفيذه. بالنسبة لكل سنة طبعا بتعلم حاجات جديدة عن السنة اللي قبليها، وكل سنة الخبرة معايا بتزيد حسب كل دكتور والمعلومات اللي بيديها لك وكده، فالخبرة بتتراوح عن التانية، بتوصلي للمسألة الأخيرة تبقي خلاص تقدري ان انت مثلا تعملي مشروع لوحدك، تبقي خارجه عارفه انت هتمشي في انهي اتجاه.
المعرض إلى تشجيع الطلاب على الابتكار والتصميم وإبراز منتجاتهم الإبداعية التي تساهم في إيجاد حلول مختلفة وثقافة جديدة وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار. مروة مجدي، طعم البيوت. يمكن زي ما قلت في المقدمة احنا النهاردة هنتكلم عن القدوة، اللي اختلف باختلاف. هل احنا فعلا في احتياج أخرى للبحث عن قدوة أو عن شخصية قيادية تقدر إن هي مش تقودنا لبر الأمان كأشخاص، لا ده إن هي نعود مرة للإحساس والمثل في حياتنا. هي بيسعدني إن يكون معايا الدكتور ميسون الفيومي مدرس الموارد البشرية. أهلا يا دكتور ومنورانا في الاستوديو. يعني اسمحي لي في البداية، يمكن زي ما أنا قلت يعني ناس لما هيسمعونا دلوقتي وهو في لسه قدوة، هو مثلا ايه ده الكلام الابيض واسود ده بتاع زمان قوي ده، لكن الحقيقه كلنا اتربينا على فكره ان نفسك تطلع ايه، نفسي ابقى زي بابا او نفسي ابقى زي عنا، بنقولها بالفطره، لكن جوانا ان احساسنا بهذا الشخص بقيمه هذا الرجل. يعني احنا دلوقتي ليه ما بقاش عندنا هذا الاحساس؟ هو اول حاجه القدوه بنتولد، يعني احنا بالفطره عايزين يبقى عندنا قائد. من يوم ما يعني الانسان نزل على الارض الى ان تقوم الساعه لازم دايما الانسان هيبحث عن قدوه، ولو ما لقاش قدوه كويسه ممكن يعني هل القدوه هو القائد ولا القدوه؟ لا، القدوه انه يكون قائد. لكن ان انا عندي قائد لازم القائد ده يكون قدوه. أوكي. لان من صفات القائد اهم حاجه، امال هو هيبقى قائد ليه؟ عشان هو قدوتي. يعني ايه قدوه في البدايه؟ يعني انا القدوه هو يعني هم بيعرفوها كمصطلح هو السير على طريق المقتدى به. لان انا بيبقى عندي شخص بشوف تصرفاته ايه عجبتني، فانا باخده قدامي قدوه، مش قدوه بالكلام، قدوه بالعمل. لما انا شخص او احب تصرفي ان انا اقلده، مجرد التقليد ده هو ده القدوه. لما بفتقد القدوه في المجتمع ممكن يؤدي الى فساد المجتمع او انهيار القيم. زي ما حضرتك تفضلتي في البدايه واتكلمتي ان القدوه دلوقتي حضرتك لما تيجي تتكلمي يقول لك ده كذا وبتاع، يقول لك ايه ده من الزمن الماضي قوي، هو في حاجه اسمها قدوه. لا، هي هتفضل القدوه باستمرار متواجده مع تواجد البشر. طول ما في بشر لازم يكون في. طيب بما ان الشخصيه القياديه لازم قدوه للشخص اللي هيقوده او للمجتمع اللي هيقوده، طب يمكن احنا بالفطره كده برضو واحنا صغيرين كانت مثلا دايما مامي عشان تكوني شخص لازم تكوني شخصيه اجتماعيه، لازم تقدري ان انت تتعاملي مع الناس، لازم يبقى عندك القدره انك تسمعي الاخرين. يعني في صفات معينه او في ملامح معينه البني ادم بيها بيبان ان ده حيادي او شخص تاني. يعني انا هنا عايزه اتكلم عن مكونات هذه الشخصيه، وهل ممكن غرس المواصفات دي جوه اولادنا بحيث ان احنا نلاقيهم في المستقبل فعلا اشخاص قادرين على. هي القياده شغل علماء نفس جدا، فابتدوا يدرسوا مين الشخص اللي ممكن يبقى قائد. بيحطوا نظريات كتيره جدا انه مين الشخص اللي ممكن ان يبقى قائد. في نظريات كده لانها نظريات كتيره، بس انا هذكر منها مثلا نظريتين. في نظريه اسمها نظريه الرجل العظيم. نظريه الرجل العظيم دي كان واحد اسمه توماس كارليل وضع نظريه انه الشخص هو اللي بيستطيع ان يغير مجتمع. فضرب بيه امثله. دي النظريه دي اتوجدت سنه 1910. بعد كده ابتدوا يدرسوا ان انا اخد القائد، مين هو القائد اللي اثر في الانسانيه. فوجد برضه اثر في المجتمعات الانسانيه كبير جدا. هتلر نفس الحكايه في المانيا. فبدا ياخد الشخصيات دي ويدرسها ويحللها، فطلع منها بنظريه اللي هي نظريه الرجل ايه، الرجل العظيم. بس هنا نظريه الرجل العظيم ان هو بيتولد قائد. انا بتكلم بيتولد قائد. لا، هي القياده صنعه. يعني انا اصنع قائد. يعني حاجه بسيطه قوي يعني بيحضرني اصنع بمعنى ان انا جوايا مواصفات هذا القائد. لكن طبعا. انا ما بتولدش فيها، ما بيبقاش عندي هذه القدره او الكاريزما دي ما بتبقاش جوايا. هي القدوه عامه اختلفوا فيها هل هي فطريه ولا هي مكتسبه. فطريه ان انا بتولد نتعلم اصولها وقواعدها
بجيبها من خلال البيئه، فبكتسبها من البيئه المحيطه حواليا. مم. لما نيجي نبص كده يعني حاجه بسيطه جدا لعالم الحيوان. عالم الحيوان لما بيجي بيختار مش بياخدوش لا بالاصل الاقدم زي ما مثلا في بعض المؤسسات الاداريه عندنا، لا ده بياخدوا بمعيار الكفاءه. مين الكفء. لما نيجي نبص على خليه النحل، لما تيجي تعد قاده عشان حد هيبقى قائد، ده لما بيجوا بيبقى في شغالات وفي الملكه. الشغالات دول بتدور على يرقات معينه وبتاخد هذه اليرقات بتعتني بيها لحد ما تطلع في نحله، ويبتدوا يغذوا المجموعه بغذاء ملكات على اعتبار ان هم هيطلعوا قاده، فلازم ياكلوا اكل مختلف عن التانيين. ده في عالم اللي بيعملوه بالفطره. يعني فكره ان حتى التكوين حتى يعني التكوين بالظبط ليه صنعه، فما ينفعش ان هم هو بيتولد. معنى كلام حضرتك ان الام او البيت بيلعب دور مهم طبعًا جدا طبعًا في تكويننا كاشخاص، في أكيد. تكوين شخصيتنا. يعني لو خدنا كده مثل وقلنا ام طول النهار بتقول مثلا انت ما بتفهم، انت قدراتك محدوده، انت غبي، انت مش فاهم حاجه. ومن ناحيه تانية ام تانية طول ما هي قاعده بتشجع، لا ده انت بطل، لا ده انت عظيم، ده انت في الحاجه دي كنت متفوق، لا تقدر تعمل كده. انا يعني الاختلاف ما بين تعمل ايه في ابنها هتعمل ايه في ابنها. ببساطه شديده جدا الام اللي بتدي ابنها اسلوب سلبي اوتوماتيك هيطلع عند الولد سلبيه تجاه نفسه، يصبح تابع للاخرين، بيصبح تابع. ما بيبقاش عنده القدره على اتخاذ القرار ولا يقدر حتى يشارك في صنع القرار. على عكس الام اللي ممكن تلاقي ابنها باستمرار بتدعمه وبتفهم العمل الصغير اللي انت عملته جدا. ليه؟ لان انا بلعب في تفكيره. بمعنى ايه؟ بركز اكتر على القيم الايجابيه عنده. فبالتالي اول ما هيتكون عنده اتجاه ايجابي تجاه نفسه يبدا ليه ساعات طفل يبقى مخترع وساعات طفل ما احنا كلنا بنتخلق زي بعض. يعني انا دايما عندي اعتقاد، ما اعرفش اذا كان الناس توافقني ولا لا، كلنا زي بعض. يعني مفيش قدرات مختلفه يا لا دكتوره؟ يعني بص، مش ربنا اسمه لا، فربنا لما بيجي بياخد عشان هو عادل بياخد كلنا قدرات واحده. احنا بعد كده بنبتدي البيئه تصبغ علينا والام والاب ياثروا فينا فبنطلع باتجاهات مختلفه. يعني مش فكره ان كل واحد ممكن يبقى متميز في اللي احنا لا بنقولها متميز دي. هل حضرتك جربتي انك تتميز مثلا لحد دلوقتي؟ مثلا اقول لك انا كبيره نفسي مثلا العب بيانو. طب هل انا جربت وحاولت وفشلت؟ فبالتالي يبقى القدره ممكن تبقى موجوده لكن انا اللي ايه يعني دايما بنقول المخ عباره اوض. انا ممكن اكون الاوض اللي في دماغي داخله اوضه او اوضتين لكن مش مكمله بقيه الاوض اللي في دماغي فمش داخلاهم. فانا اعرف نفسي ازاي؟ هي بقى هنا بيبرز دور الام انها بتعرف طاقات ولادها ايه، فبتبتدي اتجاهات ايجابيه. اول ما تخلي الطفل عنده اتجاهات ايجابيه تجاه ذاته يبدا يفتح يبقى اكتر من مبدع. كمان نقطه مهمه جدا هنتكلم فيها خاصه بسن المراهقه، لان هو بيلعب دور في تشكيل القدوة وقدراتنا، وزي ما بقول كده مرحلة التمرد اللي هو أنا قائد نفسي، أنا مفيش حاجة اسمها قدوة، أنا هكون أفضل من الآخرين. إن احنا نطلع ناخد طاقة القدوة والمثل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. القدوة دي بتبقى في كذا حاجة، سواء في كل المجالات. يعني مش لازم القدوة يبقى ليا في كل حاجة شخص واحد، يعني على حسب يبقى في إنسان أنا لازم يعني زيه أو بحب أفكاره وبحب أمشي زيها، سواء بابايا سواء شخصية معروفة أو كده. يعني مشكلة مصر فعلا هي مشكلة القدوة، إن إحنا مش لاقيين قدوة نمشي عليها. إحنا كل البنات مش لاقيين القدوة اللي يسيروا عليها. أيا كان فهي القدوة دي هي المؤشر اللي بيوصلنا للطريق اللي احنا ايه يعني اللي احنا عايزينه. تمام. لو انا المهم ان القدوة جدا لان بتأثر في كل الاجيال مثلا اللي جايه ايا كانت نوع القدوة دي ايه. قدوة عبارة عن يكون قائد ليا انفذ اللي هو يكون هو اللي بيقوله، وانه يكون شخصية انفذ اللي هو بيطلبه مني. مواصفاتها انها تكون قائده ليها كاريزما وشخصيه
خاصة بيها تكون قادرة على القيادة. يعني مثلا لما اقول ان حد بتاعتي، يعني حد انا بحترمه او حد حاجه كويسه في نظري، حد انا عايزه ابقى زيه لما اكبر، حد ببص له في كل حاجه تقريبا. القدوه بتاعتي هو بابا، انا ببقى بحاول ابقى زيه في الافعال. موضوع بالنسبه لي انت لن تضر، بمعنى ان انا اعمل كل حاجه كويسه وكل حاجه مظبوطه وما اضرش الاخرين، في حريه، سواء بقى في حريه الفكر، في حريه التعبير، في اي حريه تانية يعني. فالقدوه اللي بيعملها الشخص منه. آراء الناس اختلفت. في اللي شايف القائد لازم يكون كاريزما عشان يقدر يؤمر. في حد شايف ان هو يكون الشخص المحترم اللي ممكن ان انا اقدم له احترام. هي بنت وحيدة اللي لجأت للأب كقدوة في حياتها. كان سؤالي ان المراهقة هو ده السبب فعلا اللي ممكن بتتقلب فيه كل الموازين وبتتحول. في السن ده بالذات احنا بنلجأ لأصدقائنا ونبقى شايفين ان صديقي ده هو قدوة، هو اللي ممكن احكي له سري، النصيحة. بيحصل لنا هزة جدا في الحياة لما بنصطدم بهذه القدوة، لما نكتشف انها قدوة مزيفة. غير صالحة. صحيح. او مزيفة. صحيح. هي فترة المراهقة وفقا لعلماء لثلاث مراحل: مبكرة، ثم مراهقة وسطى، ثم مراهقة متأخرة. في تغيرات في كل مرحلة منها، يعني تغيرات جسمانية، في تغيرات نفسية، في تغيرات انفعالية وعاطفية. المفروض ابقى دارسة ده او على مبدأ من في بداية المراهقة. شيء طبيعي بيبقى فيه عدم الرغبة ان انا اطيع السلطة الابوية، ان انا مش هطيع ماما وبابا. خلاص هو كده، ده شيء طبيعي. انا اتقبله شويه. بيبتدي من سن بالظبط يا دكتور، لان في ناس كتير قوي بتبقى متخيله ان هو من 13 14. لا لكن من 9. في بعض علماء نفس قسموه من 9 ل 11 سنه، دي مراهقه مبكره. 10 سنين ل 13 سنه ده معاه لحد 17 او 18 سنه بالظبط. المرحله دي هي من اخطر مرحله. هي قبلها في مرحله تكوين الشخصيه الانسانيه اللي مسؤول عنها الام والاب. دي البدايه. برضه علماء النفس دايما بيأكدوا الاولى من حياه الانسان هي حاجه هو بيستقبل داتا على قد ما بتقدري. هو ما مش بيرميها، هو بيخزنها في العقل اللاواعي. بعد كده يبدا يتصرف معينه. فانا اقول لك ايه، بصي طب ما انا ابص اللي قبلها، عشان برضو ده موضوع كبير قوي. هنتكلم في موضوع المراهقه. في بدايه المراهقه اذا ما لقاش الشاب او الفتاه الاب والام ممكن يكونوا ليهم قدوه، انه يكون قدوه. حضرتك تفضلتي ممكن يبقى يلجأ إلى أصحاب السوء. إمتى الشاب هنا ممكن يلجأ لأصحاب السوء؟ إما إن عنده مشاكل أسرية كبيرة جدا فعايز يهرب من مشاكل فيهرب منها، مش صديق، هيدور على صديق يخليه ينسى أي مشاكل. يا إما هو بيدور على حب وحنان مش لاقيهم في البيت، فبرضه بيدور. فمع أي حد ما يصطدم بأي حد ممكن يشبع له هذه الحاجة، ياخده قدوة ليه. المشكلة هنا انه غياب القدوة دي مشكلة كبيرة جدا، لان القدوة منظومة متكاملة. يعني انا ما اقدرش اعمل قدوة في ولادي، هعمله لسن معين بعد كده هوقف. لازم المدرسة تكمل، لازم المجتمع كله. غياب القدوة اي مجتمع من المجتمعات بتؤدي الى فساد، بتؤدي الى انحراف التفكير الانساني، بتؤدي الى ضياع وقت الامم. يعني ممكن تلاقي مثلا امة اخذت بنفسها وطلعت وفي فترة قليلة قوي 10 وبقت من اللي الناس تتغنى بيها. لكن غياب القدوة في حياة أي بشر أو أي مجتمع تؤدي إلى فساد في السلوك. طيب يعني خلينا نوسع الدايرة شوية. خلينا نقول إن إحنا بعد ثورة 25 تخيلنا إن إحنا هيبقى عندنا قدوة وقائد قوي جدا يقودنا إلى مرحلة يعني اللي هو زي ما بيقول كده الأمان. لكن الحقيقة إحنا قمنا بثورة وصلنا فيها قائد. فهتيجي ان مفيش قائد فعلا قاد هذه الثوره. حصل عندنا هذا التخبط وهذا التردي وهذا الاختلاف اللي احنا بنشوفه في كل شيء. عدم التوافق اللي احنا نوصل لاي توافق. هو يعني ايه قائد؟ قائد في قائد يبقى في تابعين. طالما انا قبلت ان ده يبقى القائد عليا يبقى انا هطيعه وهسمع كلامه وهحترم. لكن لو انا مش قابله ان بتاعي يبقى انا عمري ما
فدي شرط اساسي من وجود ان يبقى عندي قائد، ان يكون في ليه تابعين. المشكله ان طبعا شباب ثوره 25 يناير دول يعتبروا قدوه للشباب، ضحت بحياتها مستقبل افضل عشان احسن من اللي احنا كنا عايشين فيه. حطينا احلام وحطينا حاجات كتيره جدا، عدم وجود قائد يعمل اللخبطه اللي احنا فيها. لان احنا عارفه زي ما بيقولوا كبير العيله، بيحصل اي خلاف في الاسره بس على من نطاق الام والاب، على نطاق الام والاب والاهل والعم والخلان وكده. لما يبقى في عندك كبير عيله وبتحصل اي مشكله، مش هو اللي بيحكم وبيرجع العيله، بيلم شمل العيله. هو ده اللي احنا مفتقدين، مش لاقيين اللي يجمع واحد ارائنا على حاجه معينه واحده. هنا عندي باتجاه، هنا بيتكلموا في حاجه ثانيه خالص. هنا الشباب بقى عندهم حتى لخبطه. هو انا اسمع عن فلان إن اجي ابص في البرامج الاقيه بيتكلموا عليه بطريقه، اجي اقرا في الاخبار او الاهرام بيتكلموا عليه اتصدم. وكارثه قوي ان حد يتصدم في القدوه. يعني انا لما اكون حاطه قدوه ليا واتصدم بيها، دي تاثر نفسيا عليا ان انا ممكن بعد كده اسلك تماما اللي انا كنت ماشيه عليه. خلينا ناخد الموضوع اوسع برضو دكتوره، وعايزه اتكلم هنا عن رجال السياسه. رجال السياسه بيقولوا ان الرئيس القادم المفروض ان هو لا يمتلك هذه القدره او المقومات اللي هي القائد، لان عايزينه يكون فرعون اكيد. لكن الطبيعي انه مش لازم يكون بيمتلك كاريزما، بيبقى عنده القدره على ان هو يتعامل مع كل اطياف المجتمع، ان هو ينسي، يبقى ساعتها قياديه باحساس. يعني انا لازم وانا ببص له كده ابقى انا مبهوره بيه. يعني انا يمكن ما حضرتش جمال عبد الناصر، لكن انا فاكره كويس قوي ان انا امي كانت بتقولي ان بس مجرد النظره ليه كان كاريزما قويه جدا. انا عايزه اتكلم على بقى المرجعيه، شكل القائد القادم. هي كلمه يعني كاريزما دي اصلها كلمه يوناني على فكره، وهي بتعني اللي هي الموهبه من عند الله. يعني في حد كده صفات معينه كاريزما. يعني ايه يبقى عنده؟ يعني انا اول ما اشوفه احس ان انا مرتاحه له، اول ما يديني امر احس ان انا عايزه البي اوامره بحب، مش بانه بيجبرني على كده، بحب. كاريزما بعض من الشخصيين، احنا زي ما حضرتك قلتي جمال عبد الناصر وكده، هو ما كان حتى ليه الكاريزما دي على مستوى مصر، ده هو كان على مستوى العالم العربي كله. احنا دلوقتي اللي بنقراه وبنشوف انه من المصريه في المرشحين السياسيين، طبعا ده بيعمل لنا لخبطه كبيره جدا. لان انا دلوقتي عشان اقول مين هو القائد بغض النظر عن كشخصيه، انا كواحده عاديه بفكر مين هو القائد. هو القائد اللي عنده على التغيير، القائد يكون عنده قدره على التاثير في الاخرين. مين برضو القائد اللي عنده مشروع اصلاحي او مشروع تنموي ياخد بالبلد ويطلع بيها لفوق. مين برضو القائد يمتلك مهارات شخصيه، مش بس يعني حتى الشكل لازم احطه في عين الاعتبار. يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم ان انا هحط مجموعه من الافراد ومفروض يقولوا لي اختاري منهم قائد، انا بالنسبه لي منهم القائد هدور يلفت نظري الشكل جدا. هو شكله ايه؟ لان ده هيمثل بلد كبيره جدا، فمهم جدا الشكل، سماته الشخصيه. هاجي اتكلم هنا، هو ليه الرؤساء اللي مطروحين على الساحه ما بيتعمل لهمش واختبارات تقيس درجه الاجتماعي اللي عندهم؟ ده مهم جدا، لان انا عايزه اعرف مستوى ذكاء الافراد اللي موجودين قدامي ايه. ليه؟ لان كل ما ذكائه عالي كل ما كان دليل على انه يستطيع انه يتحكم في لان برضو اداره البلاد حد يطلع يقول انا والله انا بستعجب فعلا انا بستعجب من الناس اللي بتطلع يقول اصل انا قلت ده حقي فانا من حقي اقول ان انا مرشحه لرئاسه الجمهوريه. لا، انا اسفه، ده مش من حقي. عشان اقول ان في اشخاص تحكم بلد او ليها بحكم وظيفتها عندها سلطه اصدار القرار او اتخاذ القرار، يبقى انا لازم اقول مين اللي هيجي ينتخب نفسه من البدايه. لا طقت في دماغه ان انا عايز فيلا بينا انا رئيس جمهوريه. في بعض من الاشخاص للاسف الشديد انا بشوف انها اهانه لمصر ان انت تطلع تقول انا هعمل هرشح يعني نفسي رئيس جمهوريه، ان هو يكون ليه برنامج انتخابي قوي جدا، سماته لازم يكون بيمتلك شخصيه قويه جدا ويمتلك كاريزما اللي ممكن من خلالها ان انا اقول ايه، انا موافقه على البرنامج الانتخابي بتاعه كويس قوي، بس هو كمان شخصيه تصلح. انا مش عايزه بعدين انت دلوقتي انا احط في اعتباري سماته، احط في الشخصيه، احط في اعتباري
البرنامج الانتخابي بتاعه احط في اعتباري انا عايزه حد يطلع يقول لي انا النائب بتاعي فلان الفلاني، ايوه رئيس الوزراء هيكون فلان الفلاني، انا اللي هيشتغلوا عندنا زي ما جديده وبتعمل هيكل هي بتحط بحيث ان انا توصيف للاشخاص من قبل ما يبداوا الشغل. انا عايزك تطلع تقول لي مين الناس اللي هتشتغل معاك، لان الناس اللي هتشتغل معاك دي مهمه جدا. ما هو ممكن تبقى ان اللي حواليك مش صالحين هيركبونا في مركبه، لكن لو انت صالح واللي حواليك صالحين اهلا وسهلا بيك. سؤالي يمكن هيكون سؤالي الاخير. والقائد اختلف على الاجيال الصغيره، ده مش من تقليل من شأن الناس اللي أنا ممكن أتكلم عنهم دلوقتي. يعني لاعب الكرة أصبح هو قدوة كل الأطفال من سن 10 سنين لسن 10 سنة. أنت عايز تبقى زي فلان وزي فلان. الفنان ممكن يكون هو القدوة أو الممثل هو أصبح هو القدوة أو السبيل للوصول. كل الأشياء دي بتجمع واحدة بس، الثراء السريع، بيبقى غني بسرعة. لاعب الكرة بيشتهر وبيبقى غني بسرعة. هل دي من ضمن سمات القدوة والشخصية، ولا ده تحايل على فكرة لا أنا بشوف بسميهم أنا قدوة. بمعنى ايه القدوه المزيفه؟ يعني ايه يبقى عندي قدوه مزيفه؟ القدوه المزيفه يعني حضرتك في البدايه بتتفقي معايا في الاتجاه اللي انا بقوله، لا ان طبعا دلوقتي معظم الاولاد اللي عايز بالظبط او مغني مشهور هي القدوه المزيفه التي لا تمتلك الاخلاق. بمعنى دايما يقول لك مين الفقير؟ يقول لك الفقير اللي ما معهوش فلوس. لا مش الفقير اللي ما معهوش فلوس، الفقير اللي لا يملك شيء من الاخلاق، هو ده الفقير. دلوقتي لما بيجوا بياخدوا قدوه، ده مين اللي عمل القدوه؟ الاعلام. انا لما طلع في الاعلام فنان عمل ايه وسوى ايه وحياته ايه، وتلاقي الناس تبتدي تتسابق المجلات والقنوات الفضائيه وبيتكلم. يعني انا للاسف الشديد ساعات بحس ان هم خلاص هو هيطير. يعني في عدد من الفنانين رهيب جدا في يعني احنا لا نقلل من شأنهم، لكن انا بتكلم ولا بقلل من شأن حد رياضي ولا من شأن حد انا بتكلم على فكره ان القدوه اتجاهها كله مادي، الشهره والثراء. بقالي سنين وسنين النشء اللي طالع ما عندنا. انت عايز تجيب كذا لازم يبقى معاك فلوس، عايز تتجوز لازم يبقى معاك فلوس، عايز تجيب شقه لازم يبقى معاك فلوس. فحولت كل القيم الايجابيه، ما بقاش عندي اعلاء للقيم الايجابيه، بل اخد اللي هي انا مش هقدر اسميها قيم، اخد الفساد واعلي من قيمه الفساد بحيث انك توصل بسرعه. ومش مهم حتى لو دوست على اخوك او باباك مش مشكله، المهم ان انت لا كمان مش بس على الاخرين الغرب، لكن انا على مستوى البيت انت ممكن على الاخرين في مقابل ان انت تطلع. فهنا مين اللي مسؤول؟ لما تيجي تبصي تلاقيها منظومه مجتمعيه كامله. المدرس اللي بيلجأ انه يدي دروس خصوصيه ويمتص اموال الاهالي وما بيهمش تحقيق الثراء السريع. ما هو هيجي يقول لك انا عايز ابقى زي ده. عايز تبقى زي ده ليه؟ اصل عنده عربيه وعنده كذا وجاب كذا في خلال 3 4 سنين. طب ما هو تعالى بص للاهالي وكذا وكذا، يقول لك انا مالي، مش مشكله نظام تعليم. فهتلفي هتلاقي ان ليه رق كبير جدا في غرس القيم الايجابيه في الابناء من سن الصغر. اكيد دكتوره، يعني سعدنا جدا بلقاء حضرتك النهارده، واكيد في خلال اللقاءات القادمه مواضيع تهم الاسره المصريه. نورت، شكرا لوجودك معانا. تعالوا نطلع مع بعض تقرير خاص بذكرى الفنان التشكيلي عبد الهادي جزار. افتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة والدكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا بعنوان ذكرى، إحياء لذكرى المبدع الراحل عبد الهادي جزار، ويأتي ذلك في إطار سياسة تكريم رموز ورواد الحركة التشكيلية المصرية الذين شاركوا بإبداعاتهم في رسم ملامح الثقافية والفنية في القرن الماضي. المعرض بيضم عدد كبير جدا من أعمال الفنان عبد الهادي جزار، وهو طبعا من رواد الفن التشكيلي المصري العربي، وطبعا وصل إلى مرتبة العالم ولوحاته بتتباع بمبالغ كبيرة جدا، وكثير من المتاحف في الوطن العربي وقاعات العرض. هواة اختلاف
الفنية بيحبوا يقتنوا أعماله، لأنه طبعا فنان أصيل بيعبر عن البيئة الشعبية المصرية، لكن بيعبر عنها بشكل جديد. الشكل الجديد معتمد على اللي هي مستمد من طبيعة الشعب المصري. يعني نجد المهن، ممكن نجد المفردات البسيطة، البيت المصري، الإنسان المصري، ممكن نجد أشياء مثلا، ممكن نجد طيور، مفردات طبيعية، ممكن نجد يعني سكتشات معمولة بالقلم الرصاص حتى الأبيض والأسود، لوحات بالألوان، ممكن نجد لوحات تجريدية، ممكن نجد تشخيصية. في الحالات هو صاحب اسمه، صاحب اتجاه متميز. بعض الناس بيضعوه على أساس أنه هو أهم فنان سريالي مصري. النهارده يوم عظيم جدا باحتفال بذكرى الراحل عبد الهادي الجزار والد، وبالنسبة لنا الاحتفالية طبعا بتعيد ذكراه للفن، ومش ليا بس، مش كأولاده ولا كأسرته، كأسرته الكبيرة اللي هي الفنون كلهم. شفنا النهارده وطلبة الفنون اللي ما عاشوش بس من أعماله هم مبهورين بيه. الجزار أحد أهم فناني مصر، وأحد أهم المصورين الذين استلهموا من الأسطورة الفكر الشعبي المصري، الموالد وغيرها من الموضوعات الشعبية. بدأ من خلال جماعة الفن المعاصر هو حامد ندى وحسين يوسف أمين وسمير رافع، إلا أن باستلهامه كثيرة غير التراث مثل البحر زي القواقع، وهي أحد أهم الرموز في عالم الجزار. لو رجعنا لورا يوم 25 يناير لميدان التحرير أو الميدان نفسه، يمكن من خلال هذا الميدان كل الناس اللي حضرت حست إن كان في ثقافة مختلفة، كان في ترابط، تعاون، كان في تآلف، كان في إحساس بالانتماء لأرض البلد دي، كان في فكر، كان في إحساس إن إحنا عايزين نعمل حاجة لبلدنا، كان في مشاريع بتتقال، كان في نجوم بتظهر، كان في موفق. يمكن ظهر المواهب الفنية والشعرية ظهرت جدا من بعد الميدان، لكن إحنا لسه محتاجين نعرف أكتر وأكتر عن ثقافة الميدان. تعالوا مع بعض نطلع ونشوف هذا التقرير. في محاولة لإعادة صياغة قيم الميدان تم تنظيم ندوة حكاية ميدان، وتقوم فكرة على نشر مجموعة من القيم والأخلاق وتدريب الشباب من خلال ورش عمل تعلمهم كيفية التعامل مع الأزمات لاجتياز الشائكة دون القيم أو المبادئ. أنا أظن إنه أخلاق الميدان زي ما احنا اتكلمنا كانت بتعبر عن أخلاق غاية في الأهمية، منظومة غاية في الأهمية، كيف أن هؤلاء جميعا في مكان واحد، هذا المكان على ضيقه كان يتسع للجميع. هذا الاتساع كانت الأمر يتعلق باتساع كل الناس أكثر من الأرض، لأن لما بيكون عندهم نية لتحمل بعضهم بيعملوا كل هذه الأمور. وأنا أظن أن هذه هي الروح التي يمكن أن تطهر الوطن، تبني الوطن وتعمل. لما جينا نزلنا كلنا الميدان وقلنا خلاص حان وقت تغيير من نوع جديد. طيب وبعد ما نرجع ازاي ممكن نخلي الميدان كل واحد فينا نموذج من الميدان ماشي على الأرض؟ دلوقتي زي ما حضرتك شايفة في اختلاف، وساعات بيدخل كمان سهل. طب ما تخلينا لغايه اخر لحظه نموذج للميدان ده. واسيبك لمين ولسه صبيه ولسه بكره مليك الحنين، اسيبك لمين ومين راح يرد الصبا مشي طريق آخر مدى، ومين من حياته ويجيب لك حياة، ومين راح يكبر في وقت الصلاة.
دورنا الآن هو المساهمة في البناء بالإضافة إلى الحفاظ على أخلاق الثورة، وأن نساهم ونساعد أنفسنا أن نظل بالطبيعة الأخلاقية التي بركت تحت شمس الثورة العظيمة. مروة مجدي، طعم البيوت. التقرير اللي احنا شفناه اللي قبل كان خاص بثقافة الميدان. قلنا ان جوه الميدان كان في حاجات كتيرة قوي بتحصل، كان في تعاون، كان في تفكير في البلد، كان ايه اللي ممكن مشروع خاص يمكن كان حد من التقرير قال ان يا ريت ثقافة الميدان تخرج بره الميدان وتبقى الثقافة دي جوانا في كل واحد فينا. المشروع اللي انا هتكلم عنه دلوقتي يمكن نستفيد من كل مخلفات احنا ممكن نستفيد منها. يمكن هتكلم النهارده عن الذهب المهدور او مخلفات الزراعه. النهارده الحقيقه بيسعدني ان يكون معايا المهندس. اهلا يا فندم. معايا الاستاذه مروه محمود. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. انتوا اصحاب المشروع والفكره مش كده؟ مجموعه كبيره. مجموعه كبيره بس يعني بنمثل المجموعه. بتمثلوا المجموعه. طيب يعني يهمني في تخصصاتكم ايه ويعني زراعي ومتخصص في انتاج المشروم. عيش الغراب. بحبه قوي على فكره. وانا تجاره خارجيه ومتخصصه في التسويق وبرضه بشتغل في حلو قوي يعني تبقى متكاتفه يعني يبقى الفريق. طب احكي لي بقى، كلمني في البدايه مع حضرتك عن فكره المشروع والفكره جت ازاي؟ هو انا شغال في انتاج المشروم بقالي سنين، يعني انا شغال حوالي 12 سنه في انتاج الفطر. كل سنه بتقابلنا المشكله قش الرز. احنا نحرقه ونرجع نشتريه تاني عشان نشتغل عليه الشغل بتاعنا. فكانت الفكره السنه اللي فاتت ان احنا عايزين نستغل القش اللي موجود ده بدل ما يتحرق ان احنا نشتغل فيه. فواجهتنا مشاكل كتيره قوي منها ازاي نحول القش الارض لحد ما يتكبس ويرجع نحوله لعمليه الزراعه. فاتجهنا لاتجاه تاني بدل ما نخش في الحملات الكبيره بتاعه ان احنا عدم حرق قش الرز ومخلفات الزراعيه والحاجات دي، لا احنا خالص هنخلي كل هو بنفسه يستغل المخلفات اللي طلعها. اكتشفت ان انا من احتكاكي بالفلاحين الفترات اللي فاتت الفلاح ما بيفترقش معاه موضوع البيئه. هو زرعته والعائد طبعا. هنقعد نقول له اصل البيئه اصل اقول لك انت هتسيبي لي القش في المكان عشان ما احرقوش يبقى قصدي الزرعه الجديده. لا انا هحرق. فانا جيت من ناحيه ثانيه. طب انت وتفيدني. انا النهارده هوفر لك خامات تقدر تخليك تساعدك في ان المخلفات الزراعيه بتاعتك دي تدخلك فلوس. فابتديت انشر الفكره دي بين الفلاحين. لا يعني بمعنى ايه؟ له خامات تقدر ان نفسه وفروا المجموعه من الفلاحين وابتدينا ادربهم ازاي يزرعوا عنده. بدل ما كان بيرمي قش رز بقى يزرع قش رز ويطلع منه فلوس. فهمت. بيكسب منه في حالتين، يطلع الفطر نفسه له قش وهيبيعه. تاني حاجه المخلفات اللي هتطلع من القش دي بقت علف لان نسبه البروتين فيها ارتفعت جدا. يعني هل المخلفات اللي ممكن ان احنا ناخدها من الزراعه هي بس مرتبطه بفكره المشروم او عيش ممكن ان احنا نستفيد منها؟ يعني احنا عاملين على اكتر من حوالي 40 مشروع. طيب بس انا اتكلمت في المشروم لان انا متخصص شويه في المشروم. يعني ايه كده لو خدنا امثال بس مع حضرتك قبل ما ننتقل لمرة؟ ممكن لاعلاف لاسماك اللهم صل ورق لحاجات كتير قوي. بس انا اخترت الجزء ده لان انا مش عايز اخلي الفلاح يخش في جزئيه انه محتاج معدات وتجهيز. لا انا بشتغل معاك من غير معدات خالص. تستفيد وانت في مكانك من غير اي اهدار ومن غير ان احنا نحرق ونعمل تلوث خاص بالبيئه. طيب مروه هنا التسويق بقى يعني يمكن مش هتكلم معاكي على التسويق لكن يهمني ان انا اعرف منك كمان بقيه الفريق وفكره بيتم ازاي. طب في هذا المجال انت دورك ايه وكم حد والناس اللي بتشارك شكلها ايه؟ الناس اللي بتشارك يعني لو انا حد دلوقتي قاعد بيشوفنا مثلا وبيقول لك ايه طب ما انا عايزه كمان ان انا انضم وانا حابب ان انا ما انا عندي مشروع برضو ان انا افيد وحاجه زراعه برضو. تمام. احنا لينا جروبات على الفيسبوك. في جروب اسمه اتحاد مزارعين عيش الغراب، في جروب اسم الحمله القوميه لاستغلال الذهب المهدور المخلفات الزراعيه. احنا بنلاقي بعض في معانا بالنسبه للمشاركين في الحمله. المشاركين في الحمله معانا من اول كل الطبقات، الفلاحين، الطلبه، الجمعيات، اساتذه في
البحوث المصريه ودكاتره الجامعات وعملت بروتوكولات مع جامعه عين شمس وجامعه طنطا، مشروع نماء. في نشاط كل يعني في جهات كتير جدا تكاتف، كلنا بنفكر في وكلنا لقينا بعض من خلال التخصصات بتاعتنا. طيب باشمهندس، اكيد المشروع مش هيقف عند حد معين، يعني احنا مش هنقف بس على فكره ان احنا نعمل ازاي ان احنا فكره الحرق وان احنا في زرع، لا احنا في عندنا مشاريع تانية اكبر، احنا بنفكر في حاجه اكبر من كده بكتير. او ايه الحلم اللي انتوا بتطمحوا ليه؟ عايزين مساعدات، عايزين حاجه اضافيه، يعني اكيد حاجه فيها تدرج، احنا لكن قدامنا بعيد. بالظبط طبعا، احنا عندنا مجهودات فرديه. يعني يا ريت وزاره الزراعه ووزاره البيئه يقدروا يمدونا. يعني السنه اللي فاتت جينا كان في المفروض ان وزاره البيئه هتمد مجموعه الفلاحين في كفر الشيخ بالخط الزراعي. المكان طب ازاي هيشتغل عليه؟ احنا دلوقتي عايزين الناس تقف معانا. انا مش طالب فلوس، مش طالب دعم مادي، انا طالب دعم معنوي اللي هو الحاجات اللي موجوده عندهم. ازاي نقدر نكبر؟ انا النهارده لو كبست قش اقدر اشتغل بيه لفترات كبيره. المشروع شغال سنه، مش شغال فتره حصد قش رز بس. تمام. الشباب اللي معانا محتاجين في القرى اللي ما بتزرعش رز، اقدر اخد من الاماكن اللي بتزرع اقدر استغل كل ان انا اوفر العائد بتاع المشروع ممكن يوصل ل 400% في السنه. مشاريع زراعيه يعني كبيره انا ما مش توصلش هقدر حاجه زي استفيد كده. باي مخلفات زراعيه غير فقط في زراعه المشروم، ولا عشان ده تخصص حضرتك؟ انا بتكلم عشان ده تخصص. في 40 مشروع تاني كمان ان انا هحمي ان ده شيء مهم جدا بتهيألي. كومبوست انا دلوقتي اوفر بدل ما احط اليوريا والسوبر فوسفات اللي مبهدل الدنيا وطلع لنا امراض كتير جدا، انا ممكن اعمل المخلفات الزراعيه ممكن اعملها فهمت استخدمها في التغذيه. العلف النهارده الطن وصل ل 2500 جنيه. انا ممكن من المخلفات اللي بحرقها اعمل منها علف. تمام. ممكن اعمل منها وقود. ممكن اعمل منها مصبعات جديده زي الفحم او من المخلفات الزراعيه عامه. يعني فيها ممكن انا استغلها في كذا حاجه. بالظبط، مخلفات كتير جدا. يهمني اعرف منك انت يا مروه بقى ايه العقبات اللي ممكن تكون قابلتكم، ايه اللي بتعترض دايما بدايه اي مشروع؟ حلم لكل شباب زيكم وفجاه يقولوا ايه؟ لا خلاص كفايه، احنا كده مش هنكمل لان الدنيا كده وقفت عندها. نشر الثقافه نفسها، عشان تجيبي حد فلاح تقولي له تعالى ده انت هتعمل هتجرب، طب اعمل دي، طب هتسوي دي. اقنع هذه الطبقه يعني. بالظبط. يعني احنا عشان نوصل للمرحله دي احنا بنعمل ندوات في جميع مستوى الجمهوريه، بنعمل فيها تثقيف للمجتمع ده باهميه المشاريع دي وازاي ان احنا يعني. طب انا عايزه اتكلم على فكره التجاوب، لان انت دلوقتي بتتكلم والشخص اللي قدراته العلميه محدوده. طب في التجاوب انه بيقتنع، فقره الاقناع وهذه القدره دي مش حاجه سهله، اكيد بتمروا بكذا مرحله عشان تقدروا تقنعوهم لا انت اعمل كده فهتستفيد. يعني فكره ما بيقتنعش بالكلام. هنعمل واحد وهتكسب من وراها 2 3 بيقتنع معاكي. فبننزل نعمل له الشغل ده عملي، بنتابع معاه الانتاج اللي بيطلع، انا بساعده في تسويقه. لان طبعا في ناس كتير يقول لك انا في ولا مشروم هعمل دي. فاحنا عملنا مجموعه معانا مراكز تجميع في كل القرى، بنجمع الانتاج كله وبعدين بنبتدي نوزعه. فالفلاح بينتج ومش شايل هم تسويقه. النهارده لما يجي ابوه كان يحرقوا في ارضه 4 طن قش هيعملوا لي سحابه سوداء، لا ده ال 3 4 طن قش دول طلعوا له عائد قد ايه؟ طب يا باشمهندس مخلفات الذره مثلا ممكن ان انا كل استفيد منها ازاي؟ المخلفات الزراعيه ممكن يزرع عليها مشروم، المشروم يزرع على زراعي. تمام. ده البلد هتغرق. على فكره في مش مشروم بس، احنا شغالين برضو على فكره زراعه الاسطح. زراعه العنب في القش. زراعه في زراعات كتير قوي بديله للتربه اللي هي لا بس هو يعني يمكن اتكلمت على المشروم، ناس كتير قوي ما تعرفش ان المشروم بديل للحوم، المشروم ليه فوائد كتيره جدا. بنتكلم عن اللحمه القلعيه اليومين دول. طبعا. انا النهارده ممكن استغنى عن اللحمه خالص واستخدم مشروم. في حل تاني، انا ممكن الخضار والفاكهه في القش نفسه ايا كان بس رز. يعني انا سنه. طب والتستي هيبقى عادي زي الارض الزراعيه العاديه؟ احلى. احنا ما بقيناش ناكل فاكهه حلوه خالص، مش مسكره خالص. انا لسه امبارح واكله فراوله ما فيهاش فراوله، هي يعني فيها شبه لا الفراوله فعلا. احنا عايزين
تاني ندوق زمان الفراوله بتاعتنا الصغيره المسكره دي. هي الزراعه العضويه اللي بنتكلم عنها، ان انا لما هزرع دلوقتي مش هحط يوريا، مش هحط الاسمده للاكل. هتلاقي زي ما كان الفلاحين. طيب احنا اتصال من مشاهد، وهو يعني عنده زي ما بقول كده فلوس، بس مش فلوس جامده قوي، وانك تقول له مشروع زي ان هو يستغل يدخل في مشروع زراعي. هو لا مهندس زراعي ولا اي حاجه خالص، يعني انا ما اعرفش حتى هو تخصصه ايه. ازاي ان هو يقدر ان هو يستفيد بقى؟ هو الاول مكانه لو قريب احنا من القريه عايزين نتكلم لا ما اعرفش، هو قفل بقى اكيد يعني هو في المدينه يعني المكان بتاعه بيحدد المساحات اللي يقدر يستغل فيها المشروع، راس المال بتاعه بنعمله عليه دراسه جدوى لاقرب مشروع ممكن يشتغل فيه. هل ده مش ضمن الجروب اللي انتوا عاملين؟ لو حابب ان هو يعمل مشاريع تقودوه، ازاي انكم ممكن طبعا بنقدم الخدمات دي مجانا. وبنقدم يعني تدريب كمان. تدريب بمعنى ايه بقى؟ يعني تدريب على المشروع نفسه وبيكون برضو مجاني. مجاني. طب ايه المشاريع اللي انا ممكن ادخل تجربه كده يعني؟ المشروم فيه الارانب، زراعه الاسطح. الارانب ازاي بقى؟ تربيه الارانب. في معانا مهندس عامل تجربه جديده ان هو بيربي الارانب بدون بطاريات على فرشه معينه. ده لسه يعني حاجه. الفرشه هي دي منطقه، يعني انتوا في منطقه معينه بيبقى فيها كل المشاريع جنب بعضها. يعني انا عايزه اتكلم كمان عن المكان، يعني حضرتك قلت لي في مهندس جنبي بيعمل كذا وفي حد عامل جنبي. هو احنا جروب زي فكل واحد بيعمل حاجه كده على اللي موجودين. انا النهارده عملت كذا، بعرضه يا جماعه ايه رايكم، حد يطور معايا، حد تاني عمل حاجه بساعده فيها، وبنبتدي نتكامل مع بعض. هي عمليه تواصل بيننا وبين نوصل لاعلى حاجه. معانا برضو بيدونا بأس اللي موجوده. طيب وزاره الزراعه ملهاش اي دور لغايه دلوقتي؟ في دكاتره كتيره من الوزاره معانا في الجروب. في الجروب، لكن انتوا كدعم او استفاده؟ لا ملناش اي. لا يعني احنا كان في فتره من الفترات اتغيرت كتير جدا الفتره اللي فاتت. فالموضوع مش عارفين يعني. لا اصبروا بقى شويه، يعني شهرين كده لما يبقى في انتخابات رئاسيه ان شاء الله ويجي الرئيس السبت بقى ممكن نعمل حاجه. طيب يعني ممكن عايزه اكلمك عن تمثيل المرأة، يعني علشان ده شيء مهم جدا داخل المشروع. بصي هي بتضحك يعني انا شايفه ان الباشمهندس بيتكلم على طول، خد منك كل الوقت على ان تمثيل المرأة مشروع ضعيف. هو طول من الكلام. هي موجوده وانا موجود. انا لا بالعكس. لا هو الحقيقه مش مساله ضعيف قد التنازلات. ايه دورها داخل المشروع ده؟ هو انا مبدئيا بتعامل زي اي حد في جروب. يعني في سفر بسافر، في ندوات بروح، في حاجه مطلوبه بتتعمل. يعني شايفاها هي مرأة ورجل، هي شايفاها ان هو التزام واحد فينا. جميل. انا قد الالتزام ده هعمل الالتزام، مش قد الالتزام خلاص بقول انا مش قده. بالظبط. بالنسبه للبنات على فكره، البنات يعني عايزين يعملوا مشاريع كتير من الشباب. ان بتبقى في واحده متزوجه مش عايزه تنزل، عايزه تبقى عامله مشروع من بيتها، فبتبقى عايزه تيجي عندي تقول لي انا عايزه اعمل مشروع من البيت، فابتدي انا ارشح لها. انا قدامي دقيقه بالظبط، حضرتك هتوجه كلمه للشباب البيت مستني تقول له لا تعالى اتحرك انزل، انا ممكن اعمل كذا وكذا وكذا، وحضرتك برضو نفس الحكايه في اقل من دقيقه. احنا عاملين حمله جديده اسمها مشروع مزرعتي. بدل ما كنا بنقول كل واحد كبيره وحلمه كبير، لا مزرعتي دي ممكن تبدا من مزرعه حضرتك. نقدر من خلالها ان انا لو هنتج كيلو طماطم في الشهر هيبقى عندي اخر السنه 12 كيلو طماطم. في كام مليون شاب بقى حته ان انا انتج حتى بسيطه هي فيها. يعني ممكن برصيد مالي بسيط ان احنا نعمل مشروع بس اتحرك. ده كلام حضرتك. بالظبط. اتفضلي. بالنسبه لي انا شايفه ان المخلفات الزراعيه يا جماعه حاجه مهمه جدا. فعلا ذهب مهدور. في حاجات احنا عاملينها مع اتفضلي. ورش عمل وحاجات زي كده، بحيث ان احنا عايزين نصور وحده انتاج البايوجاز او الغاز الطبيعي من هي تبقى 1,000,000 جنيه. احنا عايزين نعمل حاجه ب2000، بحيث ان الناس كلها يعني كل 2 3 جنب بعض ممكن يعملوا مصنع في البيت. فكده هيبقى عندنا مصنع في كل بيت. طبعا دي هتحل لنا ازمه الغاز اللي بقالنا كتير جدا عارفين نخرج منها. لا دي حاجه مهمه تبقى ان شاء الله في حلقه توني، وسعيده جدا